كتير بيجوا لي العيادة معتقدين إنهم مصابين بالاكتئاب، لكن بعد الفحص بنكتشف إنهم بيعانوا من حالة اسمها الاحتراق النفسي أو البيرن أوت. الاحتراق النفسي مش مرض، ولكنه حالة استنزاف بيبدأ لما تفضل تبذل مجهود وتدي فوق طاقتك لحد ما تلاقي نفسك أصبحت فاضي من جوه، تحس إنك تعبت من كل حاجة حتى الحاجات اللي كنت بتحبها. الفرق بين الاكتئاب والاحتراق النفسي بسيط ولكن مهم جدا. في الاكتئاب المزاج نفسه بيكون منخفض حتى من غير سبب معين، أما في الاحتراق النفسي السبب دايما واضح، شغل وضغط ومسؤوليات استنزفوه. الاحتراق النفسي بيخليك تصحى من غير طاقة، تعمل اللي وراك بدون إحساس، تتمنى إن اليوم يخلص بسرعة وتسأل نفسك هو أنا بقيت كده ليه؟ لو وصلت للمرحلة دي اعرف إن الحل مش دايما دواء، لكن محتاج توقف لحظة وتبدأ ترجع التوازن لحياتك. ابدأ بتنظيم النوم والأكل والنشاط البدني اليومي، خد فترات راحة قصيرة ومتكررة أثناء اليوم، قلل من المهام الغير ضرورية. مش لازم تعمل كل حاجة بنفسك، اتعلم تقول لأ لما تكون طاقتك خلصت، احكي لحد بتثق فيه أو اطلب الدعم المهني من متخصص، وراجع أولوياتك إيه اللي يستحق وقتك فعلا. الاحتراق النفسي مش معناه إنك ضعيف، ولكن معناه إنك كنت بتحاول بقوة لفترة طويلة. لو تعرف حد عنده نفس الأعراض دي شارك معاه الفيديو يمكن يساعده.